يا صباح الفل واللي انت عايش. بصوا بقى، النهارده انا عايزه اعمل لكم كده ريفيو بسيط عن الاير ديفيوزر او الفواحه الكهربائيه، او اي حاجه اللي هي بتاعه الزيوت ايا كان المسمى بتاعها. بصوا، هقول لكم ايه الانواع اللي جابوها والانواع اللي هتبقى ضياع فلوس وفلوس في الارض وهتبوظ معاكم بسرعه ومش هتعطر اصلا. يعني مش هتحسوا انها بتديكم اللي انتوا عايزينه في تعطير البيت. تمام. انا جايبه الاير ديفيوزر اللي عندي بالمنظر ده. بصوا كده شكلها اهو. كنت جايباها من جوميا. صراحة أنا كنت جايباها من جوميا ب500 جنيه، بس شفت في أماكن بتتباع أرخص، يعني في مصر الجديدة وروكسي ومثلا بتوع اللي هو البرفانات وكده باعوها أرخص، يعني لقيتها أرخص من جوميا. فمش عارفة بقى، شوفوا انتوا دوروا في جوميا وانزلوا برضو دوروا في الحتت بتاعة البرفيومز، هي كانت أرخص 50 جنيه أو 70 جنيه في الحدود دي. تمام. انا كنت جايباها تقريبا ب500 520 حاجه في الحدود دي. بصوا الاير ديفيوزر اللي انا جايباها، طريقه عملها ازاي بقى. انا هنا حاطه انا بشيل الغطا ده عادي. تمام. اوكي. وهحطه على جنب كده عشان اوريكم من جوه بيبقى عامله ازاي. بيبقى من جوه فيه زي كونتينر كده او طبق فيه ميه. شايفين العلامه دي مش نعديها في الميه. ومن جوه كمان فيها علامه يقولك الماكسيمم والمينيمم. تمام. في زي شرطه كده يقولك ان ما تعديش ليفل الميه عن كده. فاحنا بنملى الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه، نملاها وبعدين نحط عليها اي زيت عطري. وهشرح لكم بالظبط الزيوت العطريه اللي ممكن تتحط والحاجات اللي هتحسوا الفواحه او الزيوت العطريه اللي هي بتدي فوحان وبتدي عطر حلو جدا في البيت، لان في زيوت تانية خفيفة ومش هتحسوا بريحتها قوي في البيت. تمام. فانا هنا ملياها ميه. حلو الكلام، حلو الكلام. بعد ما املاها الميه انا بجيب بقى اي زيت عطري من عندي. بصوا بقى، الزيوت العطريه اللي عندي انا اللي بحب استخدمهم زيت الليمون. ده الزيوت الفواحه اللي هي بتقلب ريحه البيت كله. تمام. زيت الياسمين وزيت اللافندر او زيت الخزامي. تمام. في ناس بتستخدم الفريدة اللي هي بتاعت منظفات الارضيات على اساس ان هو حجم كبير وارخص. فانتي بتملي المية وبعدين بتحطي بالظبط 15 نقطة من الزيوت العطرية المركزة دي. شايفين المركزين دول؟ بيبقى 15 نقطة، من 15 ل 20 نقطة. اوكي. وبتبتدي تغطي البتاع ده. تمام. وعندك هنا زرار اسمه لايت وزرار اسمه مست. المست ده مكتوب هنا 1 اور او ساعة، 3 ساعات، 6 ساعات اون. انا مجرد ما تدوس على المست هيبتدي دلوقتي يطلع لنا، بصوا كده، هيبتدي دلوقتي يطلع لنا الفيبر او البخار اللي هو اللي مليان بقى العطر اللي جوه. انا كنت حاطه هنا غطا من فريده ده. حلو الكلام. ماشي. وهقول لكم ايه الفرق بين فريده وبين الزيوت علشان تعرفوا بالظبط هل تجيبوا بنظف الارضيات او الزيوت على حسب احتياجكم. ابتدى، شايفين المست ده ابتدى يطلع اهو. بصوا، ده ابتدى يطلع. طيب، لو انا مليت، انا لو دوست هنا زرار تاني هنا منوره على ساعه، هتلاقوا النور ده على 1 اور. لو انا قعدت ادوس هيدينا 3 اورز شغاله او 3 ساعات كده، 6 ساعات كده. اون يعني تفضل شغاله لغايه ما الميه تخلص. والميزه فيها انها بتفصل اوتوماتيك، يعني مجرد ما ليفل الميه يقل هي بتفصل اوتوماتيك. تمام. عندنا هنا بقى زرار اللايت ده، لو انتوا عايزين تشغلوا بالليل بيدي لايت مش هيبان الصبح قوي. تمام. تقعدوا تغيروا في النور كده. حلو، حلو اللون ده باين. حلو الكلام. اوكي. يبقى احنا كده شرحنا الزرارين دول. طيب، اللي انا بتكلم المبخره دي بقى او الفواحه الكهربيه دي او الاير ديفيوزر ايا كان المسمى بتاعها، النوع اللي انا بتكلم عليه الكونتينر ده كبير، يعني ما تجيبوش الصغير. الكبير ده بيعطر البيت كله او بيغطي مساحه كبيره من البيت. يعني مجرد مثلا ان انت خارجه من الاوضه للريسبشن وانت حاطاه في الريسبشن هتبتدي تحسي من الاوضه وانت خارجه، لو ما وصلكيش الاوضه على حسب مساحه بيتك برضه. ممكن تحتاجي منه 2 لو انت بيتك واسع.
تمام. لو 300 متر لا، هي بتغطي تقريبا 100 متر من البيت. اوكي، بتغطي 100 متر وبتوصل كل حاجه، او ممكن 80 ل 100 متر كده تلاقي الريحه فواحه في البيت كله، وبتقعد وقت طويل. يعني عايزه اقولك ان مكان ما انا ما بملى الميه دي هي بتقعد اكتر من 6 ساعات. يعني انا لما بعملها اون وبنزل وبروح واجي وسايباها في البيت، بغيب مثلا بال10 ساعات مثلا او اليوم كله بره، برجع الاقيها لسه شغاله. تمام. فهي بتقعد وقت طويل. طيب بالنسبه بقى للزيوت، الزيوت هقولك ايه الفواحه اللي ما تجيبهاش، ركزي في اخر الفيديو. الزيوت فريده عندك، والزيوت الايه المفضله بالنسبه لي اللي هي بتدي فواحان في البيت قوي، اللي هو الياسمين واللافندر والليمون. وفي كمان زيت شجره الشاي، هقولك هو ما بيديش ريحه بس هقولك فايدته ايه. بالنسبه للفريده هي بتطلع ريحه وبتطلع ريحه ليمون وكل حاجه، بس مش بنفس تركيز ده الزيوت بتبقى مركزه فبتثبت في الهواء اكتر، يعني بتحسي بيها في الهواء اكتر. الليمون يعني ممكن يكون خفيف شويه، تمام، بس ستيل بيطلع ريحه انتعاش حلوه جدا. فانا جايبه منه زيت الليمون ده لما احس ان انا عايزه انتعاش في البيت. لما احس ان انا عايزه ريحه هاديه بحط اللافندر وبيدي فواحان جميل قوي. لما احس ان انا عايزه ريحه قويه بحط الياسمين. تمام، تبقى باينه قوي لاي جست يدخلي او اي ضيف يدخلي. طيب بالنسبه للفواحات اللي ما تجيبهاش بقى، عارفين في فواحات كده اولا ما تجيبوش الاحجام الصغيره، نصيحتي ليكم. في فواحات بيبقى جواها زي فتيل كده، الفتيل ده بيبوظ بسرعه ومش عملي خالص، ما تجيبوش اللي بفتيل. بقول لكم اهو انا جربتها ومش عمليه خالص وبطلت استخدمها. لما تجيبوا حاجه هاتوها زي اللي انا جبتها دي. بصوا هطفي، بس اهم حاجه ان انتوا ما تشيلوش الغطا وهي شغاله. فانتي لما تيجي تطفي تدوسي مره طويله هيديلك تتي بيب بيب، يعني هيديلك انذارين، وبعدين تدوسي تاني هيقوم مطفي اهو. اري الريموت بتاعها. نسيت اقول لكم ايه في زيت شجره الشاي، كنت قلت لكم هكلمكم عنه. زيت شجره الشاي مش بيدي ريحه قوي، بس لو انتي تعبانه وعندك عارفه لما يبقى عندكم دور برد وتحسوا ان نفسكم مكتوم، زيت شجره الشاي منقي جميل جدا للهواء. فانتي ممكن تحطي منه 10 نقط في الديفيوزر ده وتشغليه، بتلاقي الهواء عارفه تحسي كده ان صدرك فتح. فزيت شجرة الشاي من الحاجات الجميلة اللي تبقى عندك مع الاير ديفيوزر ده. لما تحسي ان صدرك مقفول مخنوق، ده بينقي الهواء وبيقتل البكتيريا. معروف زيت شجرة الشاي اللي بيستخدموه في حاجات الكوزماتكس كلها للتنقية وازالة السموم وكده، فده هيفيدك جدا زيت شجرة. الريموت بتاعها، بصي بقى الريموت عبارة عن ايه؟ عن زرار الاون اوف، مجرد ما ادوس عليها تشتغل. تاني حاجة الانترميتنت ده، او ده معناه انه متقطع، يعني البخار يطلع حبة ويفصل، يطلع حبة ويفصل. تمام. الكونتينيوس ده معناه ان البخار مستمر ما يفصلش ابدا، لو دوست عليه البخار مستمر. فالريموت ده بيديلك اوبشنات اكتر. التايمنج، بصي هتلاقي التايمنج اللي احنا كنا بندوسه بايدينا ممكن هتدوسه بالريموت. التايمنج ده الوقت، يعني نعمله ساعة تلاقي منور النور على الساعة، 3 ساعات، 6 ساعات اون. تمام. طيب البيج او سمول، ان احنا بيج لما ندوس مرتين هيطلع بخار كتير، لما ندوس يدينا صنفارة واحدة او بيب واحدة هيطلع لنا بخار اقل. طيب اللايت ده طبعا الالوان احنا ممكن بقى نحكم في اللون اللي احنا عايزينه بدرجاته كلها، الوانها حلوة جدا. وبعدين يعني بالليل بتدي جو حلو قوي قوي. تمام. فدي من الحاجات اللي هتريحك قوي في تعطير البيت. نصيحتي ليكي هاتيها فعلا. الفواحة من الحاجات اللي انا ما ندمتش خالص ان انا جبتها. يعني انا في حاجات كتير بصرفها وبتبقى فلوس في الارض، لكن دي من الحاجات اللي ما ندمتش ان انا جبتها. ده كان ريفيو كده عن الفواحة الكهربية. ولو انتي في حاجة انا نسيتها او محتاجة تسألي عليها ابعتيلي في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو او استفدتي منه بحاجة اعملي لي لايك وكومنت لذيذ، وياريت اشتراك او سبسكرايب في القناة عشان اقدر اقدم لكم الحاجات الجديدة في البيت اللي هتفيدكم في البيت وبعمل بس. واشوفكم على خير.